ليه الاهلي يا كابتن اكرامي محمد السيد، حسام عبد المجيد، ليه لعيبه الزمالك؟ ليه لعيبه الزمالك وخلاص؟ بص يا محمد، انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده. ليه ما تتكلمش في الموضوع ده؟ ما انا هقول لك بس حاجه طبعا كل الموضوع اكلمك فيه تقول لي مش عايز اتكلم في الموضوع ده. ما انا هتكلم ما انا في بتكلم برضه، بقول انا ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع اوكي ده. هعديها لك، ماشي خلاص. في فرق بين مش عايز اتكلم ماشي. وما كنتش عايز اتكلم. ماشي. لان انا امبارح في الحلقه بتاعت امبارح الموضوع دوت اثير كتير جدا، حسام عبد المجيد ومحمد السيد، وان النادي الاهلي عايزهم. مع احترامي طبعا، حسام عبد المجيد لعيب كويس، محمد السيد لعيب كويس، لكن هو السؤال محمد السيد بيلعب ايه؟ ديفندر في نص الملعب. ايوه. لو راح النادي الاهلي هيلعب على مين؟ انا مالي انت بتقول لي انا بسالك سؤال. زي انت امبارح برضو حامد حمدان اترد عليك قال لك حامد حمدان دوت لو راح النادي الاهلي هيلعب على مين؟ طيب ما تقول مش كده؟ تقول للناس عنك. انا بسال، لا انا برد على الكلام بتاعك خلاص. انا اتفرجت على محمد السيد ده في مباراه واحده بس اللي ضيع فيها ضربه الجزاء. حلو. ماشي؟ حلو. وبعدين قصه محمد السيد مش عايز يجدد او مش عايز يمضي العقود، حسام عبد المجيد مش عايز يجدد، مش عايز يمضي العقود، مش عارف ايه، وبعدين يتقال امبارح ما في ناس مشيت من النادي الاهلي. لا الناس اللي مشت من النادي الاهلي مشت بفلوس، ما مشيتش ببلاش. خلاص. وبعدين الناس اللي حتى اللي مشت ببلاش لا ده عملوا اسم وتاريخ في النادي الاهلي وعملوا اسم ليهم. فالنهارده لما يكون عايز يشوف مستقبله في حته ثانيه ماشي، لكن ولد صغير زي دوت يعني مش عارف، انا مستغرب. طب دلوقتي حمدي فتحي مشي من الاهلي واحتمال كبير يرجع على بيراميدز. لما يرجع هيحصل معاه بقى زي ما حصل مع رمضان؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه يعني مش فاهم. هو رمضان لما مشي من النادي ما يدخلش الاهلي يعني تاني بالراحه بس. هو رمضان لما مشي كان على قوه النادي الاهلي؟ لا بس الاهلي كان بيتفاوض معاه. بالراحه بس. احنا طب ما حمدي فتحي مش على قوه النادي الاهلي بس. طب ما هو ده السؤال بقى. ليه بقى؟ هو بقى زي رمضان ممنوع الدخول مره واحده. لحظه واحده بس. ما انت حمدي فتحي جبته لعبت بيه كاس العالم 10 ايام ومشي. ما فكرتش فيه تاني. صح. ليه؟ ما نجحش. طب خلاص. ما نجحش في التجربه دي، مش في تجربه الاهلي. ما نجحش في الكاس العالم. وممكن يكون مدرب، يعني ممكن برضه يكون مدرب لان هو كان ناجح مع النادي الاهلي. هو كان لعيب كواليتي كويس. انتوا اوريكم في المغرب دلوقتي. المغرب اوريكم في ايه؟ الايه؟ لا يا احمد مش عايزين نخش في لا ازاي يا كابتن المغرب ليه؟ اصل هي المنظومه انت ما عندكش راس حربه ليه يا كابتن؟ انا جيت هديك تجربه حراس المرمى. اما جيت حراس مرمى الاجانب في مصر عايز الغيها. بقيت اروح لقيت 13 حارس مرمى اجنبي. مين قصادهم؟ شريف